أهلا بيكم في الشرح بتاعنا النهاردة. خلينا كده نتخيل مع بعض حلم كلنا بنسعى ليه، حلم الحرية المالية. إن الواحد يصحى من النوم مش شايل هم روتين يومي متعب، ولا زحمة مواصلات تخنق، ولا مدير قاعد بيتحكم في كل دقيقة من وقتنا. متخيلين معايا الاستقلالية التامة؟ إن الشغل يكون من أي حتة في العالم، والأهم بقى من ده كله إننا نحقق مكسب بالدولارات ونكبر رأس مالنا من غير ما نكون تحت رحمة أي حد. الشرح ده هياخدنا في رحلة عملية ومبنية على مصادرنا عشان نشوف إزاي الحلم ده ممكن يبقى حقيقة على أرض الواقع. خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا. ماذا لو قدرنا فعلا نكسر قيود الشغل التقليدي ونبقى إحنا المتحكمين الأساسيين في وقتنا ورأس مالنا؟ كتير مننا بيحلم بحياة ما فيهاش دوام من 9 ل5، حياة بتدينا المساحة إننا نعيش بحرية كاملة. الإحساس بالاستقلالية التامة ده بيخلي مجهودنا يترجم مباشرة لأرباح وعوائد بالدولار بتدخل في حسابنا البنكي، من غير بقى أي وسيط ولا سقف يحد من طموحنا. طيب خلونا نتعمق في تفاصيل الموضوع ده ونشوف إيه هي ملامح حياة الحرية اللي بنتكلم عنها دي. الحياة دي بتقدم مرونة مالية ومكافآت بصراحة ملهاش مثيل. احنا بنتكلم عن إمكانيات كسب غير محدودة بالدولار، وإمكانية الشغل من أي مكان في الدنيا بمجرد بس ما يكون في إنترنت. يعني ببساطة كده نقدر نودع المكاتب المغفولة للأبد ونبني لنفسنا تدفق مستمر وثابت للأرباح. والمصادر اللي بنشرحها النهاردة بتأكد إن دي مش مجرد أحلام وردية، لا، دي حقيقة بيعيشها ناس كتير جدا دلوقتي. السر أو نقدر نقول المركبة اللي هتوصلنا للحرية دي هي مجال التداول أو سوق الفوركس. المجال ده بيعتبر هو الخريطة الواقعية والمجربة اللي بتفتح أبواب لفرص حقيقية جدا. كل المميزات اللي لسه متكلمين عنها من ثواني متجمعة في حتة واحدة، وهي التداول. هو ده المجال اللي بيدي أي متداول القوة إنه يكبر رأس ماله بذكاء ويستفيد من تحركات السوق العالمية، ويكون هو صاحب القرار الأول والأخير في فلوسه ومستقبله المالي. وعشان ندخل في المجال ده بقوة وأمان أكيد محتاجين دليل ومرشد يوجهنا للطريق الصح. وهنا بقى بيجي دور كورس المنتور تريدر. إيه المنتور تريدر؟ هما بيقدموا الدليل المثالي اللي بياخد بإيد المتدربين خطوة بخطوة في السوق. الكورس ده متصمم بالأساس عشان يختصر مسافات طويلة جدا من التخبط ويدينا الخلاصة من ناس خبراء وتقال جدا في المجال، عشان البداية تكون صح والتعلم يكون على أصوله من أول يوم. الشيء المثير للاهتمام بجد في النقطة دي هو المنهجية اللي الكورس بيمشي بيها. مفيش أي تعقيد خالص، الموضوع متقسم لخطوات واضحة زي الشمس. أول خطوة هي فهم التحليل الفني وقراءة التشارت عشان نقدر نحدد الاتجاه صح. تاني خطوة هي إتقان المؤشرات الأساسية بشكل بسيط وسلس جدا زي ال RSI وال EMA وال SMA. والخطوة الثالثة والأهم بقى هي تطبيق استراتيجية واحدة واضحة بتحدد لنا نقطة الدخول للسوق فين بالظبط ونقطة الخروج والمكسب فين. دي طريقة منظمة جدا وبتشيل أي رهبة ممكن نحس بيها تجاه المجال ده. المنهج ده بيوضح لنا ببراعة إن النجاح في التداول مش مجرد استراتيجيات وأرقام، لا خالص، دي عقلية كاملة. الكورس بيركز جدا على مبدأ مهم، وهو بناء عقلية المتداول بالالتزام والهدوء والقرارات المحسوبة. السوق فيه مكسب وخسارة، والمحترف الحقيقي هو اللي بيقدر يتحكم في انفعالاته وياخد قرارات مبنية على دراسة مش على عاطفة أو اندفاع. المنتور تريدر بيعلم المتدربين إزاي يحافظوا على هدوءهم وانضباطهم التام وهم بيديروا صفقاتهم عشان يوصلوا للنجاح المستمر. عشان كده النقطة الجوهرية هنا هي إدارة المخاطر. حماية الحساب دي تعتبر الأولوية القصوى. الكورس بيعلم المتداول إزاي يدير رأس ماله بفعالية عشان يضمن استمراريته في السوق لأطول فترة ممكنة وما يخرجش من أول مطب يقابله. وده بيتم عن طريق استخدام أوامر وقف الخسارة الصارمة والحفاظ على نسبة مخاطرة ثابتة في كل صفقة. يعني الدخول في السوق بيكون بحدود مخاطرة معروفة ومدروسة جدا، وتأمين رأس المال بيكون صح بنسبة 100%. وطبعا رحلة التعلم دي محدش بيمشيها لوحده أبدا. الدعم الشامل اللي المنتور تريدر بيقدمه بصراحة ملوش مثيل، بداية من المحاضرات المسجلة اللي نقدر نرجع لها في أي وقت، ومتابعة مستمرة خطوة بخطوة. كمان في محاضرة كل أسبوع للرد على أي استفسارات والتطبيق العملي. والمفاجأة الأكبر بقى إن العضوية دي مدى الحياة، يعني دعم مستمر مش بينتهي بانتهاء الكورس وبيفضل مكمل مع المتداولين طول مسيرتهم في السوق. حاجة في منتهى الروعة بصراحة. فرصة زي دي مش محتاجة تفكير كتير، دي خطوة حقيقية لتغيير الحياة وبداية الاستثمار في الذات. عشان نبدأ فوراً في الكورس، كل المطلوب من حضراتكم هو ملء البيانات في اللينك الموجود. وقبل ما نختم الشرح بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل المحتويات والشروحات الجديدة اللي أكيد هتفيدكم في رحلة الحرية المالية. وفي النهاية بنختم حلقتنا بالسؤال الأهم: هل إحنا جاهزين فعلاً للسيطرة الكاملة على وقتنا ورأس مالنا من النهاردة؟ الحرية المالية مش حلم بعيد المنال، دي قرار محتاج بس خطوة صحيحة وتوجيه سليم.
البداية في صناعة المستقبل بتبدأ بخطوة واحدة، والفرصة دايما موجودة للي بياخد القرار المظبوط في الوقت المظبوط. شكرا جدا لمتابعتكم، وبالتوفيق للجميع في رحلة التداول بتاعتكم.